سلام، مرحبا بكم مرة تانية. في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم ان شاء الله طريقتي السريعة والسهلة في تحضير البلبولة ديال الشعير، سواء تعملوا بها سيكوك او عملوا بها حتى كسكسو. كتجي حبة على حبة ومفرقة وما كتجيش معجنة وبطريقة جد سهلة. يلا نبداو. هنا استخدمت البلبولة الرقيقة، ممكن تستخدموا اي نوع، غليظة رقيقة متوسطة، النوع اللي كيناسبكم. خديت كيلو ديال البلبوله رقيقه، عملته في طاسه، ممكن تعملوا في قصريه او في اي اناء. طبعا البلبوله راه كيتضاعف الحجم ديالها حتى لو كانت رقيقه. فاول حاجه كنبداو نقيو ديك البلبوله اللي نقينا فيها دوك النقيطات الكحلين ولا شي عويدات رقيقين او اي شيء، كنزولوه. وبعد ما كنتاكدوا ان البلبوله صافي تنقات ما بقى فيها حتى شي حاجه، كنبداو كنفضوها غير بشويش في طبسيل، عرضوا لها طبسيل ولا في اي حاجه لقيوها لها من التحت، سواء تغربلوها في الشبكه ولا في الغربال اللي متوفر عندكم، غربلوها باش يهبط داك الشيء اللي باقي ديال الطحين رقيق، يهبط وما تعجنش البلبوله. هادشي اللي في الطبسيل هو اللي هبط رقيق من البلبوله الرقيقه. وبعد منها كنغسلوها مزيان بالماء 3-4 المرات، ويستحسن انكم ديروها تحت الروبيني وتعرضوها وتبداو تغسلوها حتى كيصفى داك الماء نهائيا، ما كيبقاش بيض، كيولي ماء صافي. يعني الغسله يا اما تغسلوها تحت الروبيني كيف ما قلت، اولا تغسلوها 3-4 المرات وتبداو تصفيو حتى يتنقى معكم الماء نهائيا، ما يبقاش فيه كاع الحس ديال داك الطحين الرقيق. هنا انا عندي كميه لا باس بها، عندي كبيره ديال البلبوله، غادي نزولها ونحطها في اناء تاني، نفرغها كامله في داك الاناء. شفتوا ملي كتغسل كتفرز ديك الحبه ديالتها قبل حتى ما تفور، تغسل مزيان. وكيف ما قلت انا نفرغها في اناء تاني، ومن بعد منها غادي نضيف ليها كميه ديال الزيت. هاد كيلو ديال البلبوله خدا 4 كاس ديال العنبه ديال الزيت. حسبوا نتوما بالمعالق، تعطيكم 5 الى 5 ونص ديال المعالق ديال الزيت، الزيت روميه طبعا. ونبدا نخلط هذيك البلبوله مع داك الزيت حتى يتشربوا، حتى يتبسبس مزيان داك الزويته. ممكن تستخدموا يديكم، انا فضلت نستخدم سباتولا ديال الخشب اولا ملعقه خشبيه. حركوا مزيان حتى يتشرب داك الزيت كامل ديك البلبوله وتلبس بالزيت كامله. بعد ما غادي نكمل غادي نعملها في الكسكاس باش طيب على البخار، وطبعا الماء يكون مسبقا غليان في الطنجره. نكمل الكميه اللي عندي ديال البلبوله من بعد ما نحطها في الكسكاس، وغادي نديرها تفور لمده ديال 25 دقيقه. انا غادي نعمل لها غير 2 تفويرات فقط، ما ندير لا 3 ولا 4. 25 دقيقه الاولى ما نغطيوها شيء، ما نغطيوش الكسكاس، نخليوه يفور وهو يعني بلا غطا ديال الكسكاس ولا بلا غطا ديال الطنجره. نخليوها تفور لمده ديال 25 دقيقه. وهنا من بعد ما فارت 25 دقيقه بالحساب، هذه اول تفويره. ها هي كيف جات من البدايه، ها هي محلوله، ما تعجنات ما حتى شي حاجه. من بعد ما نوضعها في هذا الصحن اللي كنت دايرها فيه في الاول او هذا البول، غادي نبدا نحلها شويه بشويه وغادي نخليها حتى تبرد، يعني غير تبدا شويه كتدفى صافي. هذيك الساعه غادي ناخذ زلافه، غادي نعمل فيها كاس ديال الماء كبير وضفت ليه الملحه. في هذه المرحله هذه ممكن تعملوا الملح او ما تعملوش، في حاله ما كنتو بغيتو تعملوا سيكوك وديروا الملح من بعد على حسب القياس كل واحد، خليوه حتى من بعد. في حاله ما غادي تعملوا كسكسو ديال البلبوله ضيفوا لها الملح في التفويره الثانيه ولا حتى في الاولى اللي حبيتو. وهذه هي بعد التفويره الثانيه، ما تمات 25 دقيقه ديالها.
هكذا كتجي. هنا خلاص ما غادي نعاود نرش لها لا ما ولا اي شيء. اذا تعملوا لها كسكسو ممكن تضيفوا لها طريقه ديال السمن ولا شويش ديال الزيت البلديه للتنسيم فقط. هنا احتفظت غير بنص ديال الكميه، النص الثاني خليته لسيكوك، وهذا غادي نعملو الكسكسو. غير تبعوا هذه الطريقه هذه، راه هي ناجحه فعلا وما كتاخذش الوقت والتفوار بشكل كبير. هنا خلاص غادي نحطها في المخفيه على اساس نسقي كسكسو. كنت عامله المرقه ديال الكسكسو بالخضره واللحم، وضيفه لها الدنجال وديك المريقه ديال الدجاج تجي زوينه وفيه مطيشه كثيره. يعني عملت بحال الكسكسو ديال دادا الله يرحمها، كسكسو حمري. المهم الحمريات راه يعرفوا كسكسو اللي كنتكلم عليه. عموما ها هي البلبوله قدامكم، واضح الشكل ديالها كتجي مفروزه حبه على حبه، ما كتجيش اي معجنه بالمره نهائيا. وهذا هو كسكسو اللي عملت. بسلامتكم وشكرا على المتابعه، وباي باي.